مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير او صباح الخير. خلينا نقول اليوم انا حابه اشارككم يومي. جاييني اصدقاء عراقيه ولازم اعمل تحضيرات لهم طبعا وديهم، فخليكم معي لنشوف شو حنحضر لهم. هلا زوزو، زوزو فايع وشو حنعمل اليوم وشو بدنا نساوي. ولا تنسونا من التعليقات وتحطوا لنا لايك يا جماعة. صباح الخير يا زان، يا زان، يا زان، تروح معي؟ على مين تحضير الأكل اليوم أبو خالد؟ عليك طبعا. لا مو علي. يا جماعة شجعوا أبو خالد واكتبوا له إنه هو يحضر الأكل اليوم، لأنه أنا فيكم تقولوا كسلانة هيك كسلانة. ماليش مزاج. زوزو يلا يا دبات روحي معي. يلا نروح نشتري الأغراض. يا جماعة نحن رايحين لحتى نجيب الأغراض ونلحق نحضر، لأنه اليوم طويل. ما لا يا ربي بالشتاء اليوم مو طويل، بخلص بسرعة، فدوبنا نروح نلحق نجيب ونعمل الأكلات. ما بعرف، محتارة شو بدي أعمل أكل. أعمل قلوبة، أعمل ما بعرف والله يا حبيبة. محطة الكمامة البوليس في وشي، استقبال البوليس. حوار شائك. اتخانقت انا وابوها على الكمامه، هلا في خط ابوها. ليش قعدتي لابوها الكمامه يا دبا؟ عشان هو مش هو لا بنت ما عندوش شعر هيك زي البنات، هما صار زي ولد. يعني هي قصدها انه هيديك الكمامه كمامه بنات يا جماعه، ما لازم ابوها يلبسها. بس طلعوا من بابا ورا. بابا من ورا زي كنا لبسنا الكمامه هذيك وبنات مش عاجبهم، بقول لك هاي للبنات، يعني مو مشكله امهم تكون مو مرتبه، المهم ابوهم. الحوار اللي دار بيننا جزء من معاناة كل ام مع بنتها او كل ام مع بنتها. بناتها خط دفاع مع ابوهم تقريبا. اصلح الكمام، هذه يا بابا الكمام، لا. هذه بنات، هذا بس يا اولاد هذيك يا بنات. لا مو يا بنات هاي مو كان الكمام. عندكم كمامات كتار يا مامي؟ ما انتو ماما كلهم بيخلصوا هون، ما احنا كل يوم. اكثر شيء سوري انا اكثر شيء بقرب على المسكات، بلعب كفرو، بلبس المكات، بحط في اي سكري الحزام لهلا، سكري الحزام. يعني بحط انا في اي مكان، يعني اي مكان، اي مكان يا جماعه. ما بتعرفي شو تقولي؟ بس شطري اي تبهدلوا. مكان انا الماسك، حطيت في اي مكان انا الماسك. تيسبي عادي يا ماما ماكسر اما اي مكان تروح. العربي خربان معك يا دبا. انا اكثر شيء خربان عندي. طلع اشربت قهوه لولا اديني قهوه اليوم. امبارح ما كان تعبان، عملت لها قهوه شربت، بس اليوم انا عملت قهوه يا حالي من دون سلمون. ممنوع انت تشربي قهوه، هذا نسكافيه اللي شربتيها بلا. لا بس ماما، بس انا عملت اليوم وحده حالي قهوه. تمام. بس عزالي هنا انا شربت قهوه. صار لك شنب قهوه؟ انا شويه. هلا انا رايحه اجيب الاغراض. هاي ما ناوي اقطع الطريق من هناك، انا لازم اروح على الخط. التسوق خفيفة لطيفة اليوم. هيك أنا يا جماعة أول شي حضرت صحن الفاكهة عشان لو إجوا ضيوفي قبل ما أكون مخلصة الغداء أستقبلهم يعني بشي. هلا يا جماعة طبعا أنا خلصت غسيل للدجاج وراح أتبله وراح أشارككم تتبيلتي فيه، علشان أنا بدي أعمله شوي بالفرن. لأنه احتارت شو بدي أعمل أكل اليوم لرفقاتي وهيك، فقررت إنه أعمل دجاج بالفرن شوي. فخليكم معنا نشوفوا طريقتي، وانتم اكتبوا لي تحت بالتعليقات كيف بتتبلوا الدجاج للشوي. هلا يا جماعه انا عندي تشكيله توابل سماق، توابل دجاج، توابل بهارات السبعه، وهنا باربيكيو وفلفل ابيض. ما عندي فلفل اسود فاضطريت احط فلفل ابيض وشويه اكليل الجبل. بنحطهم على الدجاج لحتى ايش يعطينا الطعم اللي بدنا اياه. وبعدين بدي احط شويه ملح، لاني انا ناسيه موضوع الملح يا جماعه بالمره، فحنحط ملح.
طبعا الملح بتحطوه حسب رغبتكم، يعني شو بتحبوه، مالح كتير شوي، هذا انتم بتتحكموا فيه. بس اجيب الزيت انا يا جماعه بحب احط لها زيت زيتون، هيك بحسه بيعمل للدجاج كتير نكهه طيبه. عشان توابل مشكله عشان يعطيه طعم. هلا يا جماعه راح احط معلقه من التوابل، هذه صلصه البيتزا انا بحبها بصراحه، بحسها بتعمل نكهه بالاكل. وفي لي صديقه بتحط عليه شويه حامض ليمون، شويه بسيطه هيك. اول ما شفتها اول مره قلت لها كيف بنحط، بس لما بعدين حطيته كثير بيعطي شويه هيك، بيعطي حوقه بيعطي شويه حموضه للدجاج، فبيطلع طيب. ما بنكتر طبعا الحمد لله، انه ندوب رشه بسيطه لانه معروف. انا بحط ليمون بس مو مثل الحمد لله، الحمد لله هيك شوي بخليه طيب. هلا يا جماعه فينا انا الدجاج بحب احشيه بالبصل، يعني في ناس بيعملوا حشوات مختلفه لما بيحشوا الدجاج، في بيحشوا برغل، في بيحشوا رز، في بيحشوا مكسرات. انا بحب احط فيه شويه مكسرات وشويه بصل، بحس البصل بيطلع جواته مع الشو بيعطي نكهه كثير طيبه. انا هلا بحط تقريبا فيها، اذا في بصل حسب حجم الدجاجه طبعا انت بتحطها، بس انا بصراحه بحب طعمته كثير بالاكل. هلا يا جماعه طبعا البصل نفس التشكيله اللي حطيناها على الدجاج حنحطها، بس اقل كميات، يعني مو كثير يكون هيك، بس لحتى ياخذ شويه طعم بيكون اطيب. طبعا قبلت البصل علشان شو احطه حشوه بالدجاج. هاي انتوا طبعا براحتكم فيكم تحطوا اللي بدكم اياه، بس انا بصراحه بحب هذه الحشوه كثير هيك، بحسها طيبه وما بكتر فيها توابل، لانه البصل حتاخذ توابل من الدجاجه، حتتشبع فيها توابل. البصل فظيع للعينين، احس عيني هيك ضربوا في بعض كثير قوي. وقف يلا وقف خلينا. انا يا جماعه انا بحشيها للدجاج طبعا علشان اطيب بتكون، وبالعاده بحط معه بصل او بطاطا او جزر، انتوا شو بتحبوا بتشكلوا طبعا براحتكم، ما حدا بيفرض عليكم. وهذا يا جماعه الكيس الحراري هذا كثير طيب، لما بنحط بيه الدجاج بتمه محتفظ بالحراره، بتمه محتفظ بالتوابل، بتلاقي الاكل بيطلع طعمته بتجنن عن جد كثير طيب، جربوه ما بتندموا. الشكل النهائي لتتبيلة الدجاج، وانا واثقه انه الطعم حيكون اطيب. انا بحطها جوا الكيس، لحظه بدها مساعده هاي. وهاي هيك عشان نربطها، وهاي ما هسه حالي مقدمة برنامج، سامحوني لانه انا شوي مريضة وصوتي رايح يعني غير، ما قادرة ولا بهيك. يا جماعة بكون انا جهزت الاكل واستعديت، وححطه بالفرن تقريبا ساعتين لانه او اقل، ما بقى اعرف بنشوف بعدين. وحورجيكم الشكل النهائي ان شاء الله، يا رب تطلع زي ما انا متأملة. ادعولي قاعدين بنمنتج فيديو يا جماعة، احنا تاني بنحاول نطور في قناتنا شوي. يا جماعة راح احضر الرز. انا بالرز بحب دايما احوس زي ما انتم شايفين، احوس البصلة مع شوية توم وتتدبل شوي، بعدين بقى احط الرز وبقى احط عليها عصفر وشوية كاري او توابل رز اذا مو متوفرة بشكل من عندي هيك تشكيلة، وبقى اسيبه يستوي وحورجيكم بالاخر كيف بيطلع الشكل النهائي. يلا هلا رح اغسل الرز يا جماعه لانه ما بعرف، بخاف ما يكون نظيف ويكون مو ظابط او انه مو حلو، فخلينا نغسله. هلا بدي اصفيه طبعا، اكيد كل ست بيت بتعرف هالخطوات بس انه عشان ابين انه اتقان يعني بالشغل، عرفتوا كيف انه انا بشتغل باتقان بضمير. بحب احط
إكليل الجبل بيعطي طعم طيب يا جماعة. هيك كتير ما بدي تزبط معي. شوية كمان اني امسحها لانه ما عندي انا توابل رز، فححط توابل بهارات السبعة لانه انا ما شارب توابل رز. انا بالعاده بشتري توابل المقلوبه، بحس هيك بتعطي للرز نكهه كتير طيب. هيك يا جماعه بكون خلص الفيديو لليوم وانتهت تحضيراتي للاكل. بصراحه الريحه طيبه والاكل كتير كتير طيب. اشتهيتكم معي بس للاسف ما نكون موجودين ان شاء الله بالمستقبل. حاليا حورجيكم الشكل النهائي للاكل. لولو لا تضحوكي، ولادي بيضحكوا على الختام يا جماعة الخير. أبو خالد بشرف قاعد على التحضيرات لأنه أم خالد ما أنا فاضية بس بدها تلحق على التصوير. هيك يا جماعة بيكون الشكل النهائي للأكل. شايفين كيف الكيس الحراري بيطلعوا كتير طيب. يعني أنا طباخة ماهرة وهون صديقاتي قاعدين ما بدهم يطلعوا على الكاميرا. خلص ماني مطلعاكم، والله ماني مطلعاكم، بس أنا هيك بكون يوم انتهى. وإن شاء الله يا رب يكون الشكل والطعم مثل ما أنا بتمناه.